هلو يا حلوين، عايزه اطمنكم بقى. النهارده اول يوم بعد ما اخدت امبارح الجرعه بتاعه البيبتايد 3. امبارح بعد ما اخدت الجرعه وروحت عادي، كنت حاسه ان انا قادره اكل عادي جدا، ودايما بقول للحالات كده النهارده هتاكل عادي، وده فعلا حصل معايا. بس ما حصليش ولا احساس بالجاسترايتس ولا بيرنينج ولا احساس ان انا في مغص بقى ولا جسمي مكسر، ما حصلش اي حاجه، لدرجه ان انا شكيت هي الجرعه مش شغاله ولا اشتغاله ولا في ايه بالظبط. المهم صحيت النهارده الصبح عادي، ما عنديش اي اعراض جانبيه خالص خالص خالص، بس ما فيش شهيه. فقلت عادي بقى افطر الفطار العادي، واحنا يوم جمعه وكده، فافطر مع اخواتي والدنيا تمام. اكلت بيضه وشويه خضار، ما قدرتش اكمل اي حاجه خالص، ومن وقتها وانا عندي احساس بيرنينج. وعشان كده اصلا انا كنت دايما بحذر حالاتي ان هم ما ياكلوش بيض في اول يوم ده عشان احساس الجاسترايتس. المهم من ساعتها، الكلام ده كان قبل صلاه الجمعه على الساعه 11 كده، دلوقتي الساعه 6:30، مش قادره اكل اي حاجه تماما ولا قادره اشرب. فانا معايا دلوقتي رايب لان انا رايحه لاصحابي، عندنا ايفنت وكمان هنخرج ونقعد في مكان، مش عارفه هقدر اكل ولا مش هقدر اكل. المهم ان احنا عايزين نطمن الجرعه شغاله ولا اشتغاله. هنكمل يوم مع بعض، يلا بينا.